في راديو زمان كل اللي فات حيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات. ابقى على بركة الله، احنا نكتب الكتاب الاربع ودخل الخميس اللي جاي. قلت ايه يا حاج خلف؟ في بعد قولك يا حاج مهران، الواد ولدك والبت بتك على بركة الله. على بركة الله. مبروك مبروك يا ابراهيم. الله يبارك فيك يا ابوي، ربنا يتم لك على خير يا ولدي. تهاني هتبقى امانة في رقبتك يا ابراهيم يا ولدي. ما تقلقش يا عم خلف، تهاني هتبقى في عينيا. ربنا يكرمك يا ولدي. لا 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 ما تقلقش يا خلف، تهاني دي بنتي. تعال يا تهاني، الرجالة مش يا بنتي. اتفقتم على ايه يا ابوي؟ اتفقنا ان كاتب الكتاب الاربع اللي جاي، والخميس الدخلة ان شاء الله يا عروسة. يا ابوي ما الحقش ده الشواري، هدايا حاجات كتير ناقصة. خد الفلوس اللي تلزمك وبزيادة، وتدل المركز انت وعمتك خضرة، وهات اللي نفسك فيه. تعيش يا ابوي تعيش. طب اقوم اشوف عمتي خضرة. السلام عليكم يا خال، كيفك يا تهاني؟ تعال يا بخته. كيفك يا يوسف يا ولدي؟ نحمده على كل حال يا خال. كيفك يا تهاني؟ بخير يا يوسف. عمتي خضرة في المنظرة؟ هتروح فين يعني؟ هتلاقيها قاعدة قدام الفرن تخبز لها شوية عيش. ادي اوصلك. تعيش يا يوسف تعيش، خليك قاعد مع ابوي. فوتكم بعافية. بعافية الله يعافيك يا بنتي. خلي بالك من نفسك يا تهاني، وما تتجليش على عمتك. حاضر يا ابوي. ايه عامل ايه في الشغل يا ولدي؟ الحمد لله يا خال كله تمام. انا كنت عايز اقول حاجة كده يعني يا خال. قول يا ولدي. محتاج فلوس؟ ربنا يخليك ليه يا خال. بس انا كنت عايز اقول. قول يا يوسف انا ابوك يا ولدي. ربنا يديك طولة العمر يا خال. مش انا كنت اولى تهاني من الغريب؟ براهيم وابوه من بدنتنا، وابوه يبقى واد عم ام تهاني الله يرحمها، يعني في مقام خالها. طول عمره طماع يا خال، من وقت ما كنا عيال كان هيطمع في الكحريت لما نيجي نلعبه. كنت صغار يا ولدي، دلوقتي ابراهيم راجل وملو هدومه وشايف مصالح ابوه ورضه. انا احب تهاني يا خال، كان نفسي. تهاني اختك يا يوسف، وخلاص بقت في عصمة راجل وما هيستسمع الحديد ده تاني. انا محقوق لك يا خال، محقوق لك يا خال، محقوق لك يا خال. انا عارف يا ولدي، انا عارف ان انت ما كانش ليك اي غرض في بنت خلف ابو ضيف. ما عادش الكلام ينفع يا ابوي، كلها يومين وتهاني تبقى مرتي. ورحمة جدك يا ابراهيم، اول ما تبصم تهاني على ورثها من امها لجوزك يا واد اللي انت تشاور عليها. وكان لازمتها ايه الجوازه دي من الاول؟ ما الارض والخير حدانا كتير. الارض جدي اللي سردها خلف ابو ضيف لما اتجوز سعدية بنت عمي ام تهاني. وانا طوعك يا ابوي. ربنا يحميك يا ولدي، ربنا يحميك. مين اللي هيخبط دلوقتي؟ هقوم اشوف مين يا ابوي، هقوم اشوف. شوف. ايه اللي دابك يا زمزم؟ ده يبارك لك يا عريس الندامة، هتتجوز وتسيبني يا ابراهيم؟ مين اللي قال لك يا زمزم؟ وهي البلد ليها حديث غير جوازة ابن مهران العارف وبنت خلف ابو ضيف. مين اللي على الباب يا ابراهيم؟ واحد من الانفار يا ابوي، ده يستعجلني اروح الارض عشان اقبضهم. روح لهم يا ولدي، الدنيا اتمست، خلي الناس تروح. هتعمل ايه يا ولد الاصول؟ ولا ادخل لابوك واقول له على بناتنا؟ اكتمي لقطع راسك وروح استنيني قبل البلد. ماشي هستناك يا ابراهيم، بس اقول لك على حاجه، اوعاك تنسى اني لحم مر وموتك هو تمن جوازك من غيري. اصل ايه يا خلف؟ ما لقيتش لولدك نسب غير من بنت مهران العارف؟ ومالهم ولد العارف يا فرغل، نازين واصحابات ارض. بس انت خابر اللي بيننا وبينهم ولا عامل نفسك ما خابرش ياك؟ الطار اللي بيناتكم ماليش صالح بيه. مهران قدامكم، خدوا طاركم منه. لو كان بيدي كنت قتلته من سنين يا خلف، بس كان لازم نستنوا عزام لما يتفك حبسه.
كلها اسبوع ويطلع. مالي الصالح بيكم، انتوا مع بعض اصطفوا طالما بعيد عن ولدي. شوف يا خلف، طول ما احنا حبايب انت وولدك في امان. ربنا يدوم يا فرقل. ها خير، شقتك غريبة، ضيف ايه؟ موضوع ملوش عازة. عبد الغفير قال لي انك نقلت البهايم فلوري، صح الحديث ده؟ صح، اخدت حق يا فرقل. هتقول ايه؟ حقك؟ حقك ايه يا ابو حق انت؟ احنا مش شركة ولا ايه؟ كنا شركة قبل ما تسرقني يا فرقل. ينقطع لسان وعمر اللي يقول عليا حرام يا خلف. مين قال لك اني سرقتك؟ اقول لك يا اخوي، لما يكون حدانا 5 بهايم عشر من 10 وما فيش ليهم ولده، تبقى راحت فين يا شريكي؟ الولده دي حق مرعيتي للبهايم واني اخدتهم. ولا كنت عايزني ارعيهم لك كده لوجه الله؟ لا يا فرغل، حقك، وانت اخدت حقك وانا اخدت حقي. معناته ايه الكلام ده؟ معناته انك ماليكش حداي بهايم، ودي نهاية الكلام. دي نهاية الكلام؟ ماشي يا ابو عمو، بس من هنا ورايح حرص على نفسك وعلى ولدك يا ابو خالو. خبر ايه يا زمزم؟ انت اتخوتي؟ تخبطي على دار ابوي؟ ايوه اتخوت يا ابراهيم، اتخوت لما حبيتك، اتخوت لما عرفت انك هتتجوز بنت مهران العارف. يا كنت عشمان اتجوزك انت. ومالاني؟ مش اني زمزم اللي حفيت ورايا ولا شفت ورايا الموالد في المركز المحافظة؟ بقى عايز ابراهيم اللي من ولد العارف يتجوز زمزم الحلبية؟ ده القيامة كانت جامد. انسي. انسى ايه يا ابراهيم؟ انسى حرقة قلبي ولا انسى ايه؟ ان شاء الله تنسي اسمك، مالي الصالح بيكي، وياك تخطي نواحي دارنا هقطع لك رجلك. حاضر يا ابراهيم، بس وحياة مكسوس الطاهر ده ما هتتهنى يوم في جوازتك دي. اللي في جلوعك انفضيه. فرحانة يا تهاني؟ الحمد لله يا واد عمتي، عقبالك يا يوسف. هل انت هتحب ابراهيم يا تهاني؟ عيب يا يوسف، عيب الحديد ده. حقك عليا، ما اقصدش يا بنت خالي، انا اقصد يعني انت حاسه ان ابراهيم هيقدر يسعدك؟ ابراهيم واد حلال وهيصوني، والبت ليها ايه غير راجل يصونها ويحاج عليها. ربنا يسعدك يا بنت خالي ويتمم لك على خير. تعيش يا يوسف، عقبالك يا رب، عقبالك كده لما تلاقي بنت الحلال اللي تريح قلبك وبالك. اشوفك بقى في الفرح يا يوسف. مفيش غيرك اللي تقدر تريح قلبي، وبعدك مفيش فرح يا تهاني. ودينا هنبقى نسايب يا يوسف. وماله يا ابو عمو، ربنا يتمم لك بخير. من قلبك ولا من ورا قلبك؟ خلي اللي في القلب في القلب، الرب القلب. انت عايز ايه يا ابراهيم؟ انا قلت اواسيك واقول لك عيب توقف مرتي في الطريق. لسه ما بقتش مرتك يا ابراهيم، وبرضك هي هتفضل بنت خالي طول العمر. معلوم هتفضل بنت خالك، وانا عملت الاصول وواسيتك عشان خدت منيك البنت اللي بتحبها. البيوت ليها حرمتها يا ابراهيم، وعيب الحديث اللي هتقوله ده. وانت هتعرفني العيب يا جري؟ من هنا ورايح مالكش دعوه بتهاني، وياك تتحدد معاها تاني. حاضر يا ابو عمو، وخد بالك من حالك. ربنا يتمم بخير يا خال. عقبالك يا ولدي. هقول لك ايه يا يوسف؟ قول يا خال. روح لمحسن الكهرباتي وقول له يجيب كشافين و200 لنضة ينور بيهم الرهبة اللي حدا بيت براهيم. احنا هننور لهم الرهبة بتاعتهم يا خال كمان، ما يروح للعريس ولا على رجليه نكش الحنة. ما هو لسه متحني في العشية يا ولدي، حنن عليك يا ولدي، احسن نتعنجلوا واحنا ماشيين في الزفة. حاضر يا خال، اول ما يعود محسن. ايه غار على فين المحروق ده؟ انا لسه مقابله رايح يركب القطر ومقبل على المركز كده. حنن عليك يا ولدي، ارض الرهبة كلها مطبات والواحد هيمشي فيها يتطوح زي المركب اللي هتغرق. حاضر يا خال. ايه اللي حصل يا حاج خلف؟ ما عرفش يا سعادة البيه، واحنا ماشيين في الزفة
في الرهبة اللي قدام بيت العريس لقيت تهاني بنتي واقعة على الارض وابراهيم جوزها مكفي عليها وهيصرخ. اتاري بنت اتضربت بالنار يا سعادة البيه. ما شفتش مين اللي ضرب بنتك بالنار يا حاج خلف؟ لا يا سعادة البيه، الرهبة كانت عتمة. طب ما علقتوش نور ليه في الرهبة دي؟ انا قلت الواد اختي يوسف وهو قال لي هيروح لمحاسن الكهربائي لما يعاود بالمركز. انت ليك اعداء يا حاج خلف؟ لا يا سعادة البيه، بس مش بنت اللي كانت مقصودة. امال مين اللي كان مقصود؟ انا يا سعادة البيه، يا ريت الطلقة دي جت في قلبي وكانت بعدت عن بنتي. شد حيلك يا حاج خلف. وليه بقى انت المقصود؟ علشان في طار بيناتنا وبين عيلة الضوء، وانا شفت فرغل الضوء كان واقف قرب الرهبة. ابراهيم، مين اللي قتل عروستك؟ يوسف واد عمتها هو اللي قتلها يا سعادة البيه. تحرياتنا اثبتت ان يوسف كان بيحب تهاني، يبقى هيقتلها ليه؟ هو كان قصدني مش تهاني، والطلقتين خرموا العباية بتاعتي وصابوا تهاني. انت شفت يوسف وهو بيضرب بالنار؟ لا يا سعادة البيه لا، بس ضرب النار كان مالي الفرح. في اي مشاكل بين عيلتك واي عيلة تانية؟ مركز طحطة كله بيحبنا ويتمنى لنا الخير، مفيش غير يوسف، هو يوسف واد عم التهاني. طيب انت شفت سلاح مع يوسف يا ابراهيم؟ الشهادة لله لا، بس الطبنجة تدارى في السديري. تحرياتنا اثبتت انك كنت تعرف رقاصة في الموالد اسمها زمزم الحلبية، ايه صحة الكلام ده؟ بيني وبينك يا سعادة البيه كنت اعرفها وكانت عايزة تتجوزني، بس دي رقاصة اتجوزها ازاي؟ يعني انت نهيت العلاقة معاها؟ حنين عليك يا سعادة البيه، هتبقى فضيحة لو حد عرف حاجة عن الموضوع ده. جاوب على السؤال يا ابراهيم. ايوه يا سعادة البيه، نهاية العلاج وهي هددتني بالقتل. مين كان جنب العروسة في الزفة يا ابراهيم؟ مفيش غيري انا وابوها يا سعادة البيه، انا كنت ماسك ايديها الشمال وابوها ماسك ايديها اليمين. يوسف، انت رحت للكهربائي عشان ينور الرهبة اللي قدام بيت العريس. رحت له 3 مرات يا سعادة البيه، وكل مرة الاقي دكانه مقفول. قول لي يا يوسف، انت صحيح كنت بتحب العروسة؟ وعمر قلبي ما حب ولا هيحب غيرها يا بيه، الله يرحمها وينتقم من اللي طخها. مين اللي ممكن يكون قتل تهاني يا يوسف؟ ما خبرش يا سعادة البيه، ولو عرفته هجرجشه بسناني. ابراهيم خلف بيتهمك انك انت اللي قتلت تهاني. هني هيقتل روحي بيدي، يا ريت العيارين كانوا قتلوا ولد مهران وسابوا لي تهاني. في مشاكل بين خالك واي حد؟ في طار بين عيلة خالي وبين عيلة الضو يا بيه، وفرغل الضو كان قريب من الزفة. انت شفت مع فرغل الضو سلاح؟ حصل يا سعادة البيه، البندقة بتاعته كانت على كتفه. مين اللي قتل مرات ابنك يا حاج مهران؟ مفيش غيره يا سعادة البيه، فرغل الضوء يا سعادة البيه. وليه فرغل الضوء يا حاج مهران؟ انا اقول لسعادتك يا بيه، من ليلتين فرغل الضوء كان احدائي وتعاركنا انا وياه وهددني يقتل ولدي. يعني هو ما كانش يقصد يقتل تهاني؟ لا سعادة البيه، احنا ما هنقتلوش حريم، هو كان قاصد ولدي يا كان قاصد خلف ابوها. وليه يقصد يقتل ابوها؟ فيه طار يا سعادة البيه، فيه طار بين العيلتين. زمزم، انت كنت فين وقت فرح ابراهيم ابو ضيف وتهاني العارف؟ أني كنت في داري غرب البلد يا سعادة البيه. ابراهيم بيتهمك انك قتلت تهاني عشان تنتقمي منه. أني لو كنت هقتل كنت قتلته هو، لكن أني قلبي ما طوعنيش، أني ما أقدرش أقتل يا بيه. انت عندك سلاح يا زمزم؟ سلاحية؟ احنا غلابة يا سعادة البيه، ما نقدرش على ثمن الطبنجة تقول لي سلاح. تحرياتنا اثبتت انك بعد الحادثة خرجتي وركبت توك توك، كنت رايحة فين في الوقت ده؟ ما أني نزلت المركز أفك عن نفسي يا سعادة البيه. كنت تعرفي ان العروسة اتقتلت؟ لو ربنا يا سعادة البيه ما كنتش عارف. فرغل،
انت هددت مهران بقتل ابنه فرحه. لا ما حصلش يا سعادة البيه. مهران اتهمك انك قتلت تهاني عشان تاخد طارك من ابوها. يا سعادة البيه دي تبقى عيبة، الطار ما يتاخدش من الحريم، لو انا عايز اقتل كنت قتلت ابوها. وايه اللي منعك من قتل خلف ابو تهاني؟ يا سعادة البيه اللي عليه الدور ياخد الطار هو عزام واد عمي. وفين عزام ابن عمك يا فرغل؟ في السجن يا سعادة البيه، وهيخرج كمان كام يوم. تبقى قتلت تهاني غلط لما كنت عايز تقتل جوزها ابراهيم، مش كده يا فرغل؟ اني ماليش صالح بابراهيم يا سعادة البيه، اني مشاكلي مع ابوه والقتل ما هيحلهاش. انت معاك سلاح يا فرغل؟ ايه يا سعادة البيه؟ معايا بندقية بس مرخصة. تفتكر مين اللي قتل تهاني يا فرغل؟ لا يا سعادة البيه، العلم عند الله. تمام يا فندم، تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. هاتوا عسكري. تم قتل المجني عليها بطلقتين ناريتين اخترقتا الجانب الايسر للبطن. الطلقتين عيار 9 ملي. تبين وجود ثقب في عباءة زوج المجني عليها نتج عن خروج الطلقتين منه، واصابتها المجني عليها مما اودى بحياتها. وبتحليل الدماء التي لطخت العباءة تبين انها من نفس فصيل الدم المجني عليها. لم يتم العثور على سلاح الجريمة. برد نار يا بيه، يا ترى مين اللي قتل تهاني بنتي؟ ويا ترى تهاني هي اللي كانت مقصودة بالقتل ولا أنا ولا جوزها؟ خلاص يا خلف، دلوقتي اقدر اقول لك ان اللي قتل تهاني هو. ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قول لي يا ابراهيم، انت حسيت بالرصاص لما خرم العباية بتاعتك؟ لا يا سعادة البيه، الزفة كانت زحمة ودوشة وانا كنت برقص. انت قتلت تهاني ليه يا ابراهيم؟ ما حصلش يا سعادة البيه. اقتلها ازاي؟ دي كانت مرتي وحبيبتي. انت اللي قتلتها يا ابراهيم، والدليل انت اللي قدمته بنفسك. دليل ايه يا سعادة البيه؟ انا ما عملتش حاجة. انا لما سألتك مين اللي قتل تهاني قلت ان اللي قتلها كان قصدني انا، وعشان كده الطلقتين خرموا العباية. عرفت منين انهم طلقتين يا ابراهيم؟ عادي يا سعادة البيه، عادي، احنا بنضرب نار بالدوز. ولما سألتك شفت سلاح مع يوسف قلت لي لا، وقلت ان الطبنجة ممكن تتدرى في السديري. عرفت منين ان سلاح الجريمة هو الطبنجة؟ ودليل تاني يا ابراهيم، الخرم اللي في عبايتك. لو اي حد ضرب طلقتين لا يمكن يعدوا من نفس المكان، ولا يمكن الرصاصتين يعملوا ثقب واحد في العباية، الا اذا كنت انت اللي مثبت الطبنجة في جنب تهاني وضربت الطلقتين ورا بعض. مش ده اللي حصل يا ابراهيم؟ هو اللي حصل يا سعادة البيه. الطمع يا سعادة البيه. كنت عايز اورث تهاني واتجوز اللي قلبي بيريدها، لكن اهو اديني غرت في داهية، ولا نفعتني الارض ولا نفعتني الفلوس. خد المتهم وكمل اجراءاتك يا حضرة الضابط.